السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم كده هادي ونادي وكله خير وسعادة وحب عليا وعليكم وعلى كل اللي بيشوفوني. بص بقى، انا النهارده هعمل لهم بامية بس بطريقة مختلفة شوية. يعني هعمل بامية النهارده، ولا هعملها على لحمة اهي، ولا هعملها على لحمة، ولا هعملها على فراخ. احنا عندنا شوية شوربة في التلاجة، فانا بصراحه كنت هعمل عليهم حبه مكرونه كده سلق عصفور ليا. وبعدين قلت طب وليه يعني، طب ما انا اعمل شويه باميه كده حلوين كده، ها، يتغمسوا كده بالعيش كده مع ليمونه كده حاجه كده. فشوفوا بقى النهارده انا هعملها ازاي حبه الشوربه، وهتطلع طعمها تحفه. يعني اللي بتشوفني كده لو عندها شويه شوربه كده في التلاجة تقوم بس تعملهم كده بالطريقه اللي انا بعملها دي، وتتفرجي على الحلاوه كأنك بالظبط حتى فيها لحمة وفراخ بالظبط. بس عاوزة كده وانا بعملها كده معاكم، عاوزة اتكلم معاكم كده شوية، بما انكم اصحابي واخواتي وحبايبي، وانا عاوزة كده وانا واقفة كده في المطبخ كده بعمل الاكلة الحلوة دي، عاوزة كده اتكلم معاكم شوية عن حاجة مهمة قوي كلنا بنقابلها وكلنا بنشوفها في حياتنا. علمت بصوا، في 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 حياتنا حاجات كده في دنيتنا، ان لازم في حياتنا نتعلم ان في ناس ممكن فجأة يمشوا من حياتنا. يعني ممكن فجأة تلاقي ناس عزاز على قلبك قوي مشوا من حياتك من غير ما يكون في اي موقف او اي حاجة حصلت بينكم. فجأة اتغيروا فجأة. فدي الدروس اللي احنا بنتعلمها في الحياة، ان لما تلاقي حد مشى من حياتك فجأة، خلاص ما تدوريش عليه، لان ده انت ما غلطتيش، ما عملتيش حاجة وحشة فيه، ما اذيتيهوش، هو قرر منه لنفسه ان هو يمشي، خلاص. اذا انت ما اذيتيش اللي قدامك، ما جرحتهوش، ما عملتيش اي حاجه، خلاص. لان دي دروس الحياه، دي دروس الحياه في اللي احنا بنشوفه. ان انت ممكن ساعات في ناس، لان الموقف دوت لسه، يعني هقول لكم الموقف ده لسه حاصل لي انا، ان في حد انا لا اذيته ولا عملت اي حاجه جرحته ولا ضايقته باي حاجه، بس فجأة خلاص. يعني هي فجأة قررت تمشي، فجأة قررت ان انا ارن عليها ما تردش عليا، فجأة قررت كده، معرفش. ادي شوية الشوربة همت اللي كانوا في التلاجة همت، هحطهم بقى على الصلصة بتاعت البامية وشوفوا الجمال. المهم من غير ما اعمل لها اي حاجة، من غير ما اغلط، من غير حتى ما تتكلم معايا، فجأة لقيتها بعدت عني. فانا استغربت، بس قلت بيني وبين نفسي يمكن دي دروس الحياة، ان الواحد لما حد يمشي من حياتك فجأة ما تزعليش، زي ما هتشوفي الوحش هتشوفي الحلو. في ناس كده تبقى في حياتك، يعني بتبقى صحوبية فيها غش شوية ونفاق. يعني واحدة كده حاولت تمثل عليكي ان هي حبيبتك وصاحبتك، ماشي، وكانت بتمثل، بس ما قدرتش ان هي تكمل. لان دايما البني ادم اللي بيحبك من قلبه، او واحدة لو ليكي واحدة صاحبة بتحبك من قلبها، بصي هتفضلوا كده العمر كله. ولو واحدة بتمثل عليكي بس ان هي بتحبك، وان هو مفيش كلام دوت، صدقيني لا هتشوفي ان انت مش هتشوفي منها اي حاجة كويسة خالص 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 خالص، ولا هتعمل معاكي اي حاجة كويسة. هتتعب نفسها ان هي، يعني لو انت في موقف مش هتقف جنبك، لو انت احتجت لها مش هتلاقيها، هي هتبقى معرفة غش،
هتبقى كانت مصاحباكي عشان ممكن تكون عاوزه منك حاجه، بعد كده ما لقيتش الطلب بتاعها عندك خلاص. ادي بقى الليمونه، وادي طبق الباميه، وباميه كده من غير ولا حته لحمه فيها ولا فرخه ولا حاجه، طبق كده زي العسل. اعمليه وجربيه وهتدعي له. ما تنسيش بقى وتتفرجي عليا اللايك والاشتراك في القناه، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. وده طبق باميه بسيط من غير ما يكون فيه اي حاجه، بس طعمها زي العسل بشويه الشوربه اللي كانوا في التلاجة. ما عملتش اي حاجه، حاجه كده على قد الايد موفره. لو عندك شويه شوربه كده في التلاجة، قومي كده اعملي معاهم باميه، فاصوليا، اي طبخه، وهيبقى طعمهم زي العسل. وجربيها، وما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك، ودعوه حلوه كده. واحلى طبق باميه بالليمون، اكله كده مش مكلفه. وربنا كده يديمكم نعمه في حياتي يا رب يا رب. يلا سلام.